السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صور لكم بس الفيديو كده على السريع. بصوا الارنبه اللي هي ولدت امبارح بالفيديو اللي انا نزلته لكم. بصوا حبايبي، اقول لكم بس النور بتاع الكشاف دوت. بصوا هو اهي، انا مش عارفه اعدي بس جوه عشان حتى الخشبة اللي بحجز بيها دولت. بصوا همت الأرانب الصغيرة اهي، لما صلى على النبي. بصوا ما شاء الله، مرضعاهم خليهم زي الفل، وهي قاعدة جنبيهم كده. أرانب حنينة جدا على ولادها. من ساعة ما دخلتها عليهم وهي قاعدة بقى كده، تطلع ترضعهم يعني تنط في الكرتونة ترضعهم وتطلع تاني تاكل. وبنزلها برضو في المكان هنا. آه، بصوا الخرطوم بتاع التكييف دوت. بصوا اهو، بصوا بيشربوا منين. بالدور، بيبقوا واقفين بالطابور. عرفتوا بقى ان انا بقول لكم القعده جنبيهم متعه. بص دوت ينزل، التاني يبقى واقف ورا. بصوا اهو، التاني طالع اهوت. هما بيبقوا واقفين طابور كده تحت اهو. بصوا، اللهم صل على النبي. بصوا دول واقفين طابور اهم. اهمت بيطلعوا واحد واحد يشربوا. على انه والله انا ببقى حاطه لهم الميه، بس زي ما انا قلت لكم كده ان مش بكتر من الميه، يعني عشان ما يبلبطوش الدنيا. لا، بيشربوا ويشبعوا. بروح ايه مسحه مكانهم ومنشفه كويس. آه الاكل. بص شوف، ولاد الزوات اللي هم بيقولوا الاكل بمواعيد والحاجات دي، انا ماشيه بالطريقه دي. هو ده النظام اللي انا ماشيه بيه. يعني انا قبل ما انضف بقوم ايه راكنه النشاره كلها، الوسخه على جنب، وبقوم ايه منشفه كده تنشيفه على السريع، واحط لهم الاكل ياكلوا ويشربوا ويبلبطوا ويغرقوا نفسهم ويهيصوا. وبعد كده اروح لما كل دوت وفرشه مسحه وفرشه نشاره. اما لو المكان نظيف انشف بس كده، واروح حاطه نشاره، اروح حاطه لهم العلف او العيش او اي حاجه خضراء، واروح سايباهم وقافله عليهم. يا اما لو انا عايزه اهويهم شويه ببقى سايبه لهم المكان كده زي ما انتم شايفين اهو. ببقى حاطه الخشبه دي حاجزه بيها. بصوا الارانب ده اللي انا قصدي عليه. بصوا هما بيبقوا واقفين والله العظيم طابور. بص ايديه ماسك الخرطوم. بصوا اشقية جدا، اشقية وناصحين جدا. بدليل ان انتوا شفتوا الارنبة امبارح دخلت ولدت فين، عشان يعني خافت تولد بره. نقت المكان الامان اللي هي تولد فيه وقامت فيه زي ما انا وريتكم كده. احط لهم بس حبة كوسة من اللي انا جايباها امبارح اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي حبايبي. انا الطبق اللي هم قاعدين فيه هنا كنت لسه مليهولهم علف دلوقتي. كلوا العلف اللي انا جايباه المره دي جميل جدا. الوتره خلي بالكم، يعني انا ظنيت فيه قبل كده، بس هو بصراحه جميل جدا. يعني بصوا، يعني مخلي الحاجه، اللهم صل على النبي. بصوا يعني ده اللي هو لسه مفطوم اهو. بص بطنه وبص حجمه. ده اللي هو لسه مفطوم اهو، من بعيد برضو عشان تشوفوه اهو. انا كل ده بخاف بس لا يقعوا في في الصفيحه دي يفطسوا فيها ولا حاجه، بس هم هيسلكوا امورهم برضو. واحد واحد بيطلع. بصوا
حاطط الخرطوم في بقه وبيشرب منه عادي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بصوا حبايبي، اليومين دول اصعب منهم مفناش بصراحة، زي ما انتم شايفين كده. الله يكون في عون الناس اللي بتربى على سطح او في مكان فيه شمس. انا كل اللي نافعني هنا الله اكبر ان المكان ما بيطلهوش شمس، واحنا في دور ارضي هنا. المكان جميل. فعشان وبرضه بساعدهم ان انا يعني ايه، لو عايزوا يتهووا شويه بهويهم. في الاوض، وبقوم فاتحه الباب بتاع المنور عليهم، وعينه فرش الصاله، سايباهم يلعبوا براحتهم ويهيسوا، ويبقى الارض جميله رطبه وجميله تحتيهم، ويلعبوا. ما بيبقوش راضيين يخشوا المكان دوت. بس يعني مش هينفع ان انا اسيبهم في الصاله، هيمرمطوا لي الدنيا. انا مره من يومين كده او من 3 ايام نمت على الكنبه بره في الصاله، وكنت مسيبه اللي هم في الكرتونه، اللي هم المفروض لسه، بس اللي هم خلاص يعني قربوا يتفطموا. والله العظيم 3 ما عرفت انام. واحد بقى يعض في رجلي، وواحد بقى طالع على رجلي من فوق، واحد على دماغي، واحد على كتفي. انا بصيت لقيت، بص تحسوا ان ايه يعني، نمل وملموم على حبة سكر، او دبان وملموم على حاجة يعني. بص المهم ان ايه، حاجة يعني افترسوني، خلوني في عز نوم. مش قادره حتى اقوم ان انا اقوم انقل نومتي ولا حاجه، او اقوم المهم. ما بقتش، بقت عماله كل شويه ارفس ده برجلي واطوح ده بايدي، وما عرفش انام منهم. والله اخر ما زهقت رحت قايمه، قلت ما فيش فايده، لا انا هقوم بقى. ورحت قايمه لماهم وشلتهم في الكرتونه، وشقاي شقاي جدا جدا. بصوا حاطط الخرطوم في بقه، بصوا والله العظيم جمال جدا. اللهم بارك. انا مش عايزه اسقيهم ميه كتير قوي كده، بس يعني بصوا، هو المفروض الجردل الجردل بتاع التكييف دوت مش يعني المفروض يتملي كل شويه يعني. لو احنا شغلنا التكييف كده ساعتين ولا حاجه، المفروض يعني الصفيحه دي تتملي. لا ما بتتمليش، هم على طول بيشربوا اللي نازل اول باول، مش مخليين فيها ميه بصراحه. طبعا الكوسه اللي انا قلت لكم عليها امبارح دي طبعا نفعاني، ومش بكتر برضو. مش ان انا جايبه قفص من دوت تشكيله زي ديت ان انا كل شويه ارمي لهم. لا والله هي دي اول وجبه ارميها لهم النهارده. يعني رميت لهم وجبه امبارح، وادي وجبه النهارده، وان شاء الله بكره ارمي لهم وجبه ثالثه. نص الكوسه ديت انا قطعتها وشلتها في الفريزر، بحفظها يعني في الفريزر، اطبخها وكده او اطلعها اقليها. بتبقى جميلة جدا، وتفريزها جميل جدا وسهل جدا. هبقى اوريها لكم برضو. فشلتها وشلت نصهم، والنص الباقي يعني بحط لهم منه، وشلت الباقي في التلاجة كده يعني عشان ما يبص الجو حر قوي. بطلع حبة حبة اقطعهم لهم وارميهم لهم. بصوا هم كل حبة منعزلين عن التانيين كده. وحتى البتاعة اللي انا حطاها هنا عشان احجز بيها بينطوا من عليها والله اشقية. الارنب بينط من ادوار عالية جدا. يعني الناس استغربت وبتقول لي انت هي ازاي الارنبة يعني عملت كده، ودخلت الاوضة وولدت هنا، وشدت الحتة ازاي اللي على ايد الاوضة، اللي على الاكرة بتاع الاوضة. طالتها ازاي دي، الحته نازله على الارض اساسا. وبعدين انتوا عارفين ان الارنبه بتنط وبتجيب اخر حاجه. انا كنت بصوا المنشر ده، بصوا منعوني انشر فيه اساسا. يعني كنت كل ما انشر فيه حاجه الاقيها في الارض، اخد الحاجه واغسلها تاني. كانت دوخه بصراحه، كانوا بيطولوا المنشر يطلعوا على العش، يروحوا مشدين او على الشباك، ويروحوا مشدين، وابص الاقيهم واقفين على الحديد دوت ومبهدلين لي الغسيل. منعوني ان انا انشر في المكان هنا. نظفت المنور دوت، نظفته وجيت اصور معاكم. قعدت اكتر من ساعتين. بصوا مسافة الساعتين بهدلوا الدنيا اهو. الحتة دي اللي انا كنت طالهم فيها المية والاكل. بصوا المنظر.
طبعا ما بحطلهمش اكل في المكان دوت خالص طول ما هو مش نضيف كده. احط بقى في الحته النضيفه ديت، وشويه اروح لما النشاره برضو دي كده ركنها على جنب والارض تنشف تبقى زي الفل. والهانم اللي والده هيت طبعا وكلتها وشربتها وطلعت عند ولادها اهوت. انا بحب بس ان انا ايه اعرض لكم اليوم عندي، ونساعد الارانب ديت او الطيور عامه في اليومين دولت يا حبايبي، يومين صعبين قوي، ربنا يكون في عونهم يا رب. و